قصتنا النهاردة بتتكلم عن شخص بيحب يعيش بحرية وفي حياة هادية، بس بيكتشف إن في وحوش سحرية بتعيش بسرية بين الناس، وإن عدد قليل بس اللي بيقدر يشوفهم، بس بيتأقلم معاهم. وأول ما بتظهر قدراته السحرية بتحاول المنظمة إن هي تستحوذ عليه، بس علشان تعمل كده لازم تقبض عليه الأول. فيلا بينا نبدأ ملخصنا. بتبدأ قصتنا في سكن على الطريق السريع، وفي إحدى الغرف مجموعة من الأشخاص، وبنعرف إن هما من مصاصي الدماء. بيتكلموا وهو بيسأل واحد من الموجودين البنت لو في أخبار جديدة، فبترد عليه إن الحاجز مازال نشط، ولو حد حاول إن يدخل هنا أكيد هتكون عارفة. وبنلاحظ وهي بتتكلم إن بوابة سحرية وراها اتفتحت، وبنتفاجئ بخنجر خارج من البوابة قتل البنت، وطلقة نارية قتلت واحد من مصاصي الدماء. واستغربت باقي المجموعة من اللي حصل، ومن الصدمة مش عارفين ايه اللي بيحصل او مين اللي عمل كده. وفجأة بيظهر بطلنا من البوابة، وبيبقى ماسك بندقية صيد في ايده، وبيكون هو اللي بيقتل في مصاصي الدماء. وبنرجع فلاش باك قبل شهر من دلوقتي، وبينتقل بينا المشهد في زنزانة، وبنلاقي بطلنا وهو اسمه ويلز قاعد ومتكلبش في ايده. واول ما بيدخل عليه شخص بيبدأ يقعد، فبيقول له بطلنا انا مش عارف انتم عايزين مني ايه، ممكن حد يوضح لي اللي بيحصل؟ بيبدأ العميل يعرفه عن نفسه ان اسمه سيرين من منظمة السحر، وان انت مشتبه في مشاركتك في الهجوم على مركز شاهي للياقة البدنية. فبيستغرب بطلنا وبيفتكره بيهزر، وبيرد العميل عليه بيقول له ان ده مش وقت للضحك والهزار، وان كان في شخص بيحمل دم تنين بيتحرك براحته بيدمر في الجيم، وانت كنت الشخص الوحيد الصاحي في المكان. وبيقول له ان السحر موجود يا ويلز، ولو ربطنا الامور مع بعضها هنعرف انك ساحر. بس دلوقتي خلينا نبدأ في المكان اللي كنت فيه الصبح. بيحكي بطلنا انه كان في جنازة والدته. لسبب ما كان في راجل عنده هالة غريبة جاية من عالم تاني، وانهم بيكونوا غير مرئيين عن الناس الطبيعيين، بس بطلنا بيقدر يشوفهم، وبيكون حاسس بصداع مرة تانية. وبيكمل وبيقول انه شايف منهم عدد قليل بس نادر لدرجة تخليه يعتبره مجرد خيال. ونشوف بطلنا وهو رايح الجيم، وان مالك الجيم هو احد الاشخاص اللي عندهم الهالة دي، وبتكون على شكل تنين. وبيكون مالك الجيم صديق بطلنا اسمه شاهي، وبالرغم ان السيد شاهي بجسد تنين وعنده مخالب، بطلنا بيتجاهل ده وبيسلم عليه، وانه بيحب يقضي اغلب وقته في الجيم. ويقرب منه السيد شاهي وبيطلب من بطلنا خدمة، وبنعرف ان في بنت جديدة جت الجيم، وشاهي عايز بطلنا يساعدها، وبيغمز له غمزة مش عارفين يقصد بيها ايه. وبطلنا ما بيرفضش طلبه، بيقول له مفيش مشكلة. وبنعرف ان من وقت ما زوجة بطلنا ماتت، وشاهي بيحاول يعرفه على اي بنت بتيجي الجيم، مع انه مش بشري بس دايما كان كريم جدا. وبنشوف بطلنا بيروح فعلا للبنت وبيعرض عليها المساعدة، وبتتكسف البنت جدا ولسه هتبدأ تتكلم بنلاقيها وقعت على الأرض. وفي نفس اللحظة بنلاقي مجموعة من عصابة دخلت الجيم ومعاهم أسلحة، والكل بينصدم. وبيطلب مالك الجيم من بطلنا انه يوطي على الأرض علشان ما يتصابش من الطلقات النارية. وبنشوف شاهي وهو واقف قدام المسلحين وبيفعل الطاقة بتاعته وبيصد جميع الطلقات، وبيغضب شاهي جدا وبيتحول لتنين ضخم ويخرج النار من بقه في كل مكان. وبيكون بطلنا حاسس بصداع جامد جدا تاني ومش عارف ايه اللي بيحصل، وانه هيغمى عليه، بس بيقول انه لازم يفضل صاحي، ومن شدة الدخان هيكون خلاص هيغمى عليه. بس بيفتكر ميري البنت الجديدة وبيجمع طاقته وبيشيلها وبيحاول يخرج بيها من المكان، والمكان بينهار من حواليه. بينزل عليه سلك كهرباء بيصعقه صعقة قوية جدا، بس بطلنا بيتحملها علشان ما يقدرش يسيب ميري تموت. وبيكون بطلنا مرهق جدا ومش قادر يتنفس وخلاص هيغمى عليه، بس بيستجمع طاقته وبيرفض الموت لانه لازم يفضل على قيد الحياة. واول ما بيتحرك بتتجمع تحت رجليه طاقة سحرية بتنقله بره المكان كأنها بوابة سحرية. وبيستغرب بطلنا من اللي حصل ومش عارف ده حصل ازاي، وبيلاقي قدامه نفس الراجل يا صديقي اللي شافه في الجنازة، وبيقول لبطلنا استنى هنا. وبنلاقي الراجل بيفرع بصوابعه وبيجمع طاقة كبيرة، والطاقة دي بتسحب كل النار في المكان. وبعد ما بيخلص بيرجع تاني لبطلنا وبيسأله انت مين؟ ما بيردش بطلنا، وبيقول له ايه اللي بيحصل هنا. وبيستغرب الشخص من رد بطلنا، وبنلاقيه بيتكلم عن طريق سماعة في ودانه بيبلغهم ان حصل حريق في جيم شاهي، وان في شاهد واحد وضحية واحدة، وان اللي عملوا كده قدروا يهربوا. وبيطلب بطلنا من الشخص ده ان يشرح له اللي حصل لانه مش فاهم حاجة. فبيرد عليه الشخص ده وبيقول له انت تصنيفك ايه؟ ما بيفهموش بطلنا وهو ما بيعرفش بيتكلم عن ايه بالظبط. فبيزهق بطلنا وبيعرفه ان لو ما وضحش ايه اللي بيحصل هو مش هيرد على اسئلته خالص. وبنلاقيه مرة واحدة
الشخص ده بيحط اساور في ايد بطلنا، فبيستغرب لانه الصداع اختفى، ومره واحده الشخص بيكتف بطلنا وبيقبض عليه، وبطلنا طبعا مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبنعرف ان الشخص ده من منظمه تنظيم السحر، وان الاساور دي هي جهاز مانع للسحر. وبنلاقي اتنين بيتكلموا مع بعض، وسيرين بيسأل الشخص التاني انه متأكد انه مش انسان عادي، فبيرد عليه ان النظام الامن كان لازم يتخلص من اي شخص موجود في المبنى، وهو مفضلش صاحي بس، ده كمان استخدم نوع من السحر علشان يخرج من المبنى. فبيستغرب سيرين ان ازاي شخص عنده 30 سنة بيقدر يستخدم السحر وبياناته مش متسجلة، وكمان من سلالة عادية. فبيرد الشخص التاني ان دوره يجيب الاشخاص مش حل الالغاز. وبنرجع تاني لغرفة التحقيق، وبعد ما بيسجل سيرين كلام بطلنا وبيعرفه انه كده بقى ساحر. ودلوقتي جه وقت الجزء التاني، هنعمل شوية اختبارات وبعدها هنسجلك، واول ما هنعرف نوع سحرك هنحدد هتقدر تعمل ايه. فبطلنا بيكون مش فاهم حاجة، فبيشرح له سيرين ان كل ساحر بيخدم المنظمة، وفي الطبيعي بيكون سنهم صغير جدا. فبيرد بطلنا انه عنده وظيفة اساسا في مجال الهندسة المعمارية، وكمان عنده عملاء مرتبط بيهم. فبيرد عليه العميل سيرين انه لما هيخلص شغل في المنظمة هيكون عنده المهارات لتوفير وظيفة افضل. فبيفهم بطلنا ان الشغل مع المنظمة ده مش اختياري، ده شيء الزامي. فبيسأل بطلنا هل من الممكن تجاهل كل اللي حصل وارجع اعيش حياتي عادي؟ فبيرد العميل سيرين ان المتمردين بيتم ملاحقتهم من قبل المنظمة ثم بيتم اعدامهم. وبيفهم بطلنا ان المنظمة عايزة ان الكل يخدمها او يموتوا، وجه دوره علشان يتم السيطرة عليه. وبينتقل بطلنا لمكان الاختبارات علشان يتحدد نوع سحره، وبنلاقيه واقف جوه صندوق ضخم اسمه صندوق المانا، ووظيفته انه بيشبع الشخص بالمانا بشكل زايد، والنتيجة هتعرفنا نوع السحر، والاختبار هياخد ثواني. وبننتقل لبطلنا، ولما بيبدأ الاختبار في الأول مش بيحس بحاجة، وبعدها بيتجمع المانا، وبيبدأ بطلنا يحس بصداع رهيب جدا لدرجة انه بينزل على ركبه من شدة الألم، وبيتوقع ان في خطأ في الاختبار، وبيقول لهم يوقفوا الاختبار، بس المشرفين بيعرفوه ان الاختبار في نهايته. وبيصرخ بطلنا من شدة الألم، بيحس كأنه هيموت، وبيغمى على بطلنا، وبيستيقظ وهو في العيادة، وبيسأل اللي حصل ده أمر طبيعي. بيرد عليه سيرين اكيد مش بالشكل ده، بس ممكن حصل كده علشان عملنا الاختبار على شخص بهذا العمر. وبيعرفوا انه هو مغمى عليه حطوا العلامة السحرية الخاصة بيه. فبيستغرب بطلنا علشان الناس دي مش بتهتم بالحرية. وبيعرفوا العميل سيرين انه يمتلك سحر الفراغ، وان السحر ده نادر جدا وهو هيحتاج مدرب، وهم هيضيفوا التكاليف على وقت خدمته. فبيطلب بطلنا منه انه يروح للبيت علشان ينهي اعماله وجميع متعلقاته قبل ما ياخدوه لاي مكان. فبيوافق سيرين، وبيعرفوا ان العميل سين هياخده للبيت، وهو اللي هيكون مسؤول عنه خلال الاسبوع اللي جاي لحد ما يكون جزء من الفريق. فيروح بطلنا ويلز علشان يرحب بالعميل سيرين، وبيمد ايده، بيتجاهل سيرين ومش بيسلم عليه. فبيتضايق بطلنا وبيتحركوا في العربية لبيت ويلز، واثناء الطريق بيسأل ويلز سين ان هو عنده سحر الفراغ، فمن رأيه ايه اللي هيقدر يعمله ساحر الفراغ. فبيرد عليه سين ان سحر الفراغ ما عندوش مهارات هجومية، عشان كده شايف ان هي هتكون في النقل في الغالب. وبيسأله بطلنا طب وانت بتشتغل ايه؟ وبنعرف ان سين في الاساس ساحر نار، علشان كده هو بيقاتل في الخطوط الامامية. فبيشكك بطلنا في كلامه، وبيحس انه فدا مدلل. فبيسأل بطلنا هو الاتحاد بيقاتل ايه بالظبط؟ فبيرد عليه سين ان جزء منهم بيطارد السحرة المتمردين، والجزء التاني في الخطوط الامامية لعوالم البوابات الست. فبيستغرب بطلنا وما بيكونش فاهم يعني ايه العوالم البوابات. وبيلاحظ العميل سين ده، وبيقول له عارف ان ده جديد عليك، وبيفهمه ان اشباه العوالم بتتواجد بين الارض والاكوان المتعدده، وهم بيمدوا الكوكب بالطاقه السحريه. عشان كده منظمه غار بيدافعوا عنهم وبيقتلوا اي حد بيسبب مشكله، وكل عالم بيتناسب مع الانواع الموجوده من الظواهر الخارقه، وهم مصاصين الدماء والمتحولين والالفا وذوي الدم التنين ووحوش البحر، والسادس هو الفراغ. فبيكون بطلنا مستغرب ومش مصدق، وبيوصلوا لبيت ويلز، واول ما بيدخلوا البيت بيدي سين لابتوب لويلز، وبيعرفوا انه يراجع اساسياته، وانه بكره هيرجعوا على المقر الشرقي، عشان كده لازم يتأكد ان كل شيء جاهز. وبيفتح بطلنا الجهاز، وبنعرف ان الطاقة السحرية بتنقسم لفئتين، المانا والهالة. والمانا هي نوع من الاجواء السحرية المحيطة اللي بيقدر الساحر يستمد منها طاقته، بينما الهالة هي الخاصة بالساحر وبيكون ليها جوانب محددة زي موهبته في الفراغ كده. وبيكون بطلنا عايز يتعلم كل حاجة عن الطاقة السحرية، بس المقدمة مفيش فيها غير الاساسيات بس، وبيقرر انه يبدأ يتعلم بنفسه، وبيكون عايز يجرب طاقته على قلم قدامه. بيبدأ انه
انه يجمع طاقته في ايده ويوجهها على القلم، وفعلا بيتحرك القلم حركات دائريه، ومره واحده بنلاقي القلم عامل زي الطلقه وبيخترق السقف. وبيفرح بطلنا انه نجح، وبنعرف ان سحره بيعتمد على القوه الغاشمه باستخدام الطاقه المحيطه بدل قدراته الفطريه، وبيقول ان كونه عضو في غار ده هيديه الفرصه في التدريب والتطوير من مهاراته. بس انا محتاج افهم انا داخل على ايه. وبيبدا بطلنا يدور على النت عن منظمه تنظيم السحر، وبيقول لنا انها بتضم اقوى الاشخاص في العالم، واكيد ان عندها اسرار مخفيه، وانا مش هسمح ان اكون ترس في عجلتهم. وبيكتشف بطلنا ان سين ساب تفصيله مهمه عن المنظمه، وهي معدل الوفيات، وبتكون 52% و3 واعلى اسباب الوفاه الانشطه الغير قانونيه والاتصال باشباه العوالم. وبيقول بطلنا ان السبب مش مخفي وواضح، ان كل اللي بيحصل في الاساس مساله سياسيه، وتقريبا جميع هذه الوفيات هم السحرة اللي ما انضموش للمنظمه. وبيتضايق بطلنا جدا وبيقفل الجهاز، وبيقول ممكن تكون منظمه غار بتسيطر على الكل، لكن افضل الموت على التخلي على حريتي. وبيقف بطلنا وفي عينيه نظرة تحدي، وبيقول لو انتم عايزين ساحر متمرد فانا هكون الشخص ده. وبيفتح الخزنة وبيطلع منها الفلوس وبيحطها في الشنطة، وبيستعد عشان يختفي، ويبقى فاهم انه لازم ياخد باله من كل خطوة، عشان خطأ واحد بس هيلاقي المنظمة كلها وراه. وبيفتح بطلنا الشباك وبيستعد للهروب، وبيكون العميل سين في الوقت ده نايم على الكنبه، وبيصحى وهو حاسس بشيء غريب، وبيجري بسرعه على غرفه ويلز، بس ويلز بيكون هرب. وبيتضايق سين جدا، ومن غضبه هالته بتتجمع حواليه، وبيبقى مش مصدق انه هرب في وجوده، وبيقول خلينا نشوف هتقدر تهرب لحد فين. وبنروح لبطلنا ويلز وهو بيحاول يهرب من المكان، وبيبقى عارف انه ما عندوش غير دقايق قليله والعميل سين هيكون وراه، وهو عمال يفكر في طريقه للهروب. بيفتكر ان سين عنده سحر التحكم بالنار والرياح، واسوأ سيناريو انه هيكون زي الطياره النفاثه. وبيتوتر بطلنا لان لو ده حقيقي فمن المستحيل الهروب منه. وبنشوف العميل سين فعلا وهو طاير في السماء، وبيقول يستحسن انه يمتلك عذر للهروب، والا ده هيخلي من المنظمه غار عدو ليه، ولو بقى ساحر متمرد هيتم مطاردته من اقوى واخطر عملاء المنظمه، ودول بقى اشخاص اقوى مني بكتير. بيبقى عايز انه يبعت تقرير للمنظمه علشان لو هو بيحاول يهرب يبقى من الافضل ابلاغ العميل سيرين، بس بيعيد تفكير تاني انه لو بلغ عنه ده هيضر سمعته، عشان كده ما ينفعش يعرفه ولازم يمسكه بنفسه. وبيزود سرعته وبيلاقيه قدامه، وبينصدم ويلز من سرعته لانه لحقه اسرع ما كان متخيل، فبيغير ويلز اتجاهه وبيبدا يجري، وينادي عليه سين وبيقول له انه مش هيهرب منه، وانه مجرد فار ضعيف. ومن قوه الهاله بتاعه سين تتجمع الرياح بقوه، وبيستغرب الناس وبيفتكروا ان في عاصفه جايه قريب، فبيستغرب ويلز انهم مش قادرين يشوفوه سين مع انه قدامهم، وبيعرف ان ده بسبب السحر، وكان متخيل انه لو فضل في مكان مزدحم فده هيقلل من قدرته على استخدام السحر، بس هو طلع غلطان ولازم يلاقي خطة جديدة للهرب. وهو بيجري بيلاقي جنبه محل الملابس، وبتيجي فكرة في دماغه، وبنروح على سين وبنلاقيه عمال يدور على ويلز زي المجنون، وبيشوف قدامه واحد لابس زي ويلز وبيروح علشان يمسكه، بس الصدمة مش بيطلع هو. وبيتوتر سين جدا وبيفضل يبص حواليه، فبيلاقي الشنطة اللي كان لابسها ويلز مرمية على الارض، فبيفتحها بيلاقي جواها هدومه بس، فبيتضايق جدا. وبنعرف ان ويلز دخل محل الملابس وغير هدومه وكمان الشنطه، وبنشوفه راكب تاكسي ورايح على مزارع ويلز، وبيعرف السائق انه يدخل من الطريق الجانبي. وبتكون خطه ويلز انه لو ركب طائره الركاب هيكون سهل تعقبه، عشان كده هياخد طائره زراعيه مقابل مبلغ من المال، وبحلول اليوم التالي هيكون وصل لمكان منعزل، وانه لازم يغير مظهره بالكامل عشان محدش يقدر يتعرف عليه او يتعقبه. وبنلاقي فعلا بطلنا بيغير لون شعره وكمان التسريحه، وبينتقل للمرحله التانية وهي انه يطلع بطاقة هوية جديدة. عشان كده بدأ يدور على مكان، وفعلا بيلاقي متجر سحري، وبيطلب من العامل بطاقة هوية عادية، فبيرد العامل ب2000 عملة. بيوافق ويلز بيقول له ضيف لابتوب كمان، ومش بيعدي وقت فعلا بيستلم ويلز الهوية الجديدة، وبتكون باسم تشيس هول من مدينة سيو. وبيفرح ويلز جدا، وبنعرف ان ويلز فضل بعيد عن انظار غار لمدة 30 سنة ويقدر يعملها تاني قصاد انه يحتفظ بحريته. وفي نفس الاثناء بنرجع لبيت ويلز، وبنلاقي العميل سين والعميل سيرين والعميل جان متجمعين هناك، وبيستغرب سيرين ازاي قدر يهرب من غير ما يبطل حاجز سين. فبيرد سين انهم كانوا هيباتوا الليله بس، علشان كده حط حاجز على الباب وما توقعش انه هيهرب من الشباك. وبنلاقي العميل جان مش مستشعر اي بقايا سحريه، عشان كده هي عمليه فرار تقليديه. فبيتضايق سيرين جدا علشان الساحره دوفال مش هتقبل بالكلام ده لانها كانت هتبدا تعليمه في الصباح. فبيتريق جان وهو بيقول ان لو كان
عارف اللي هيحصل فيه، فانا ما بلومهوش على هروبه. فبيتضايق العميل سيرين من كلامه وبيقول له بما انك بتهزر كده فايه المشكله انك تروح تعرف الساحره دوفال على اللي حصل بنفسك. وتقريبا يا عزيزي كل العملاء بيخافوا من الساحره دي، وفعلا اول ما بيسمع العميل جان الكلام ده بيتوتر جدا. وبينتقل بينا المشهد جوه قصر كبير، وبنشوف العميل جان وهو مربوط من رقبته بحبل سحري، وبنعرف ان هي دي الساحره دوفال، وشكلها بيكون متضايق جدا. وبتقول للعميل جان ان مفيش حاجه اسمها حياه عاديه، محدش يقدر يقرر عدم استخدام سحره، ده مش شخص عادي، ده ساحر متمرد. فبيرد عليها العميل جان انه مش هيوقف بحث عنه. وبنشوف الساحره دوفال وهي في قمه غضبها، وطاقه سحريه كبيره جدا متجمعه حواليها، وبتقول له بغضب ان هي بتتمنى انه يلاقيه، وده علشانك وعلشانه، لانه لو ما حصلش ده انا هضطر استخدم مواردي الخاصه، ولو قرر انه عايز يبقى متمرد فهيتم القبض عليه واعدامه. وبينتقل بينا المشهد عند بطلنا وهو سايق عربيه، وبيوصل عند كوخ صغير في مدينه صغيره في الغرب الاوسط، وبنلاقي ان في شرطي ومعاه امراه منتظرينه عند باب البيت. وبنعرف ان البيت معروض للبيع وهو ملك لجيسيكا، وبنعرف ان الشرطي بيكون ابوها واسمه ارثر لانغلي. وبيعرف بطلنا نفسه باسم تشيس هول. وبعد ما بيتفرج بطلنا على البيت بيساله ارثر عن رايه في البيت، بيكون باين على بطلنا علامات الفرح، وبيقول انه هادي وجميل ممكن هبقى هجدد فيه حاجات. وبتساله جيسيكا انه صغير جدا علشان يتقاعد، فبيضحك بطلنا وبيقول لها انه مش متقاعد، بس انه واخد شويه وقت بيستريح وبيفصل فيهم عن الشغل لاسباب صحيه. فبتوافقوا جيسيكا وبتقول له ان هي كانت بتحاول تبيع البيت ده من فتره بس مفيش مشترين كتير في المنطقه. فبيفرح بطلنا وبيقول ان ده افضل ليه، وبيرتاح بطلنا اليوم ده. وبيجي اليوم اللي بعده وبنشوف بطلنا وهو قاعد بيراجع الفلوس اللي معاه، وبنعرف ان بعد دفع فلوس البيت متبقي معاه مبلغ يكفيه سنتين. بس مش ده اللي بيكون قلق بطلنا، وبنعرف ان هدف بطلنا هو تعلم كل ما يستطيع عن السحر. لو ما قدرش انه يتقن السحر هيبقى مساله وقت وهيتم القبض عليه. وما بيضيعش وقته بيبدا بطلنا يبحث عن السحر الفضاء، وبنعرف ان سحرة الفضاء مقيدون بالبوابات والتعاويذ البسيطه، وانه من المستحيل اي حد يتعلم عن الفضاء من غير ما يأذن له الساحره دوفال. وبيحبط بطلنا من مدى هيمنه غارة على السحر، وبيخرج بطلنا في حديقه البيت وبيقول لنفسه ان تجربته الاولى في انشاء بوابه كانت عن طريق الخطأ، هي اساسا كانت نتيجه لارادته البحته. دلوقتي خلينا نشوف لو كنت هقدر اخليها تحصل عن قصد. وبيبدا بطلنا يجمع طاقه كبيره، وفعلا بتبدا تتشكل البوابه قدامه، وبياخد قرار انه يجربها علشان يتاكد. وفعلا اول ما بيدخل جواها بينتقل الجانب التاني من البيت. وبيقول بطلنا ان المسافه مش كبيره بس مش وحش خالص للمره الاولى. وبتساءل بطلنا ايه اللي ممكن يعمله تاني. وبنشوف بطلنا وهو في الحمام بيستحمى، واول ما بيمسك علبه الشامبو بيلاقيها خلصانه، فبيستعمل قوته وبيجيب واحده تانية من خزنه المطبخ. وبتعدي الايام وبطلنا بيطور مهاراته في استخدام السحر، وبنشوف بطلنا وهو بيمارس مهارات التامل، ومن خلال المانا المحيطه بيه بيقدر يحس بالاشياء وهو مغمض عينه، وكمان بيقدر يشوف من خلال الاشياء لو ركز اكتر. وبيظهر ان في بنت داخله البيت وصوت خطوات رجلين، وبيتصدم بطلنا وقتها لانه كان في منتصف تدريبه. وبنعرف ان هي جيسيكا وبتنادي على بطلنا، فبيخرج لها بطلنا وبيسالها ايه اللي جابها هنا. وبتعرفه ان الاطفال هيرجعوا المدارس قريب، وان في مجموعه منهم بيحاولوا يعدوا من المنطقه بتاعته. هم نبهوا عليهم بس طبعا في حد هيعدي. فبيقول لها بطلنا مفيش مشكله، وان لسه اماكن كتيره مليانه بالاشجار ما نضفهاش. فبتضحك جيسيكا وبتقول له ما تقلقش، الاطفال هنا بيقدروا يتعاملوا مع الحاجات دي. وبتسلم على بطلنا وبتقول له ان هي كانت قريبه فحبت تعدي عليه، وبتسيبه وتمشي. وبتتغير تعابير بطلنا لانه مش بيبقى متاكد هي شافت حاجه ولا لا، لان بقاله ساعات بيتمرن على الطاقه السحريه وفي اثار منها في كل مكان. وبيجري بطلنا وهو بيقول انه لازم يتعلم طريقه تخفي اثار السحر المتبقي، لان لو حد حس بيها هيكتشفوا امره. وبينتقل بينا المشهد عند العميل سيرين وواقف معاه رئيسة المختبر، وبتقدم له تقرير بتقول له ان الاختبار القياسي بيأكد انه ما لمسش سحر قبل كده، بس الغريب ان كان في بعض الشذوذ، وهي ما لاحظتش ده غير وهي بتستبدل مصدر المانا. وبتعرفوا ان الدرع نشر 100 وحده سحريه بس سوار الامداد ما تبقاش فيه غير 3 بس، وده معناه انه امتص 97 وحده من المانا قبل ما توصل للسوار. فبيستغرب سيرين وبيكونش فاهم ده معناه ايه. فبتوضح له رئيسة المختبر ان ده اكتر مما يستطيع ساحر مبتدئ تحمله، ولو فعلا ما لمسش سحر قبل كده فكان لازم ان طاقته السحريه ممتلئه، وبصراحه مش عارفه ده معناه ايه. فبيستغرب العميل سيرين من كلامها وبيسأل نفسه هو مين كالوم ويلز بالظبط. وبنرجع عند بطلنا وبنشوفه هو مشكل كرة من الطاقة بين ايده، وبنعرف ان دي اول حاجة بيتعلمها الاطفال السحرة،
وبيقول بطلنا لنفسه ان كرة الفراغ ما عندهاش اي قدرات هجومية، بس هي رائعة جدا. وبيعدي اسبوع من سكنه في البيت وبنشوف بطلنا وهو بيتمرن وبيكون قرأ كتير عن التحريك الذهني، بس هو مجال سحرة القوة وهو مش واحد منهم. بس هو بيحاول انه يقلد الفكرة، وهي انه بيجي عند الحاجة اللي عايز يحركها وبيقاوم الجاذبية عندها، ولو قدر انه يخليها من غير وزن هيقدر يتحكم فيها. وفعلا بينجح بطلنا انه يتحكم في مجموعة من الصخور على الارض ويرميها على شجرة بعيدة. وبنشوف بطلنا لما كان بيبحث عن طريقة لاخفاء اثر سحره انه لقى على الانترنت دبلة جواها كرات سحرية تقدر ان هي تمتص بقايا سحره، فبيجيبها علشان يختبرها وبينشر جزء من سحره حواليه وبيحط الدبلة على المكتب قدامه. وفعلا بتنجح الدبلة ان هي تمتص كل الطاقة السحرية المتبقية. وبيفرح بطلنا جدا وبيقول ان هي مثالية جدا وان ده هيكون مساعد كبير ليه في ابقائه بعيدا عن اعين المنظمة. وبنعرف ان ما عداش غير شوية اسابيع من هروبه ولكنه طور سحره بشكل كبير، بس كل اللي بيحس بيه بطلنا هو الفراغ، لانه هرب في نفس اليوم اللي اتدفنت فيه والدته، وكان بيتحرك بسرعة كبيرة خلته ما يفكرش حتى في الناس اللي فقدهم، اذا كان والده او زوجته او حتى مدينته. وبيقول ان ما كانش في ايده حاجة يعملها، منظمة غار عايزة تقبض عليه وتحوله لأداة من ادواتها، وهم اللي اجبروني على الهرب وانا مش هخسر قصادهم. وبيخرج بطلنا من البيت وبيقول انه لازم يعرف اكتر عن البلدة علشان يندمج مع الناس. وبيروح مطعم وبتكون الكاشير بنت، فبتستغرب وبتقوله ان هي ما شافتوش قبل كده، فبتحك لها بطلنا وبيقول لها انه بيستكشف المنطقة وبيسألها تقترح عليا اكل ايه، فبترد عليه البنت ان عندها قطعة ستيك لذيذة جدا. واثناء ما البنت بتتكلم بيحس بطلنا بشيء غريب وبيفعل طاقته السحرية وبيظهر قدامه قابو بس بيكون كبير جدا، وبيستغرب اكتر لما بيشوف ذئب بس بحجم انسان. وبيقطع تركيز بطلنا بصوت بيناديله، وبنشوف الشرطي ارثر وهو داخل عليه وبيقوله انه مستغرب انه شايفه بيتجول في المكان، فبيسلم عليه بطلنا وبيعرفه انه بيتفقد الطعام المحلي. وبنعرف ان البنت اللي كانت بتكلم بطلنا بنت اخو الشرطي واسمها كلارا، وبيقول له ان عندها افضل شريحة لحم، فبيضحك بطلنا وبيقول له ان محدش حاول يعدي من فناء منزله. فبيرد عليه ارثر انهم بيركزوا قوي في احترام الحدود، وبيقول له انه مش هيشغل وقته اكتر من كده، هسيبك تستمتع بوجبة غدائك. وقبل ما بيمشي بيقرب من بطلنا وبيهمس في ودنه انه شاف وجوه غريبة، فلو شاف اي حاجة غير عادية يتصل بيه. فبيتوتر بطلنا وبيسأله انه كان وجه غريب قبل كده، هل حذر الناس منه؟ فبيقول له ما اكدبش عليك، حذرتهم، بس بعد شوية وقت اكتشفت انك مش من المدن الكبيرة او مش زي الناس اللي بتكلم عنهم. فبيتوتر بطلنا جدا لانهم لو من منظمة غار فده هيكون سيء جدا. وفي نفس اللحظة بتيجي كلارا وبتقوله طلبك جاهز وبتقدمهوله، فبياخده بطلنا وبيخرج وهو بيقول لنفسه انهم لو بيتتبعوه فهيكون من خلال العلامة السحرية، عشان كده لازم اتخلص منها. واول ما بيوصل البيت بيقعد يبص عليها وبيقول ان السحر محصور في النقطة صغيرة اللي بتمثل نوع سحره واكيد مش هتألمه قوي. وبيبدأ انه يستعمل طاقته علشان يشيل العلامة، بس بيحس بألم رهيب جدا مش بيقدر يستحمله، بس بينجح انه يخرج كرة سحرية من ايده ويشيل جزء كبير من العلامة السحرية وبيرمي الكرة دي في النار. وفي اليوم التالي بنشوف بطلنا وهو قاعد بيبحث وبيتعلم عن السحر من الانترنت، وبيسأل نفسه لو ممكن الدبلة اللي بتسحب طاقته المنتشرة ان هي تطلقها مرة اخرى زي بالظبط البطارية التليفون، وقتها هكون قادر اني اشحن نفسي بالطاقة السحرية في حالة الطوارئ. وفي نفس اللحظة بيخبط الباب وبيكون بطلنا بيتساءل يرد عليهم ولا لأ، فبيستعمل طاقة عينه وبيعرف ان هو الشرطي، فبيطمن وبيفتح الباب وبيسلم عليه ويسأله ازاي يقدر يساعده. فبيتأسف الشرطي على الزيارة المفاجئة بس لازم يسأله شوية اسئلة، فبيتوتر بطلنا وبيقول له لو كان عمل حاجة غلط. فبيخش الشرطي في الموضوع على طول وبيسأل بطلنا كنت فين امبارح الساعة 3 الفجر. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي قابل فيه الشرطي بالليل وبنشوفه نايم على السرير وبيتكلم مع نفسه وبيقول انه كان شاكك في الموضوع من فترة. كل الكلام عن الاقاليم ومشاهدة الرجال ومشاهدة الرجل الذئب كل ده بيأكد ان عائلة لانغلي متحولين، بس بيكون بطلنا مش فاهم كلام الشرطي وقتها هل كان بيحاول يخوفه ولا هي دي طريقته في المساعدة. فبيقرر بطلنا انه يوقف تفكير ويفضل مختفي الفترة الجاية، بس بيقطع سكون الليل صوت حركة جاية من بره البيت جوه الغابة، فبيتخض بطلنا وبيحاول انه يشوف في ايه بره وبيستخدم عينه السحرية وفعلا بيحس بحركة بس بتكون بعيدة جدا مش مخلياه يشوف بوضوح. فبيقرر انه ياخد الكشاف وبيخرج فعلا وبيبص حوالين البيت بس مش
بيشوف حاجة، وبيقولوا انه ممكن كان بيتخيل. وبنرجع تاني وبنشوف الشرطي لانغلي بيقول لبطلنا انه ما يضايقش بس هو لازم يسأل الأسئلة دي. فبيرد بطلنا انه كان نايم، هو ايه اللي حصل؟ فبيسأله الشرطي تقدر تأكد على كده، زي مثلا في نظام امن في البيت؟ فبيتوتر بطلنا وبيسأله هو انا محتاج محامي؟ فبيهديه الشرطي وبيقوله لا طبعا انت مش مشتبه فيه، بس بتأكد علشان اشطب اسمك من القايمة. فبيرد بطلنا ان عنده نظام امني بس هو مجرد سجل ابواب مش كاميرا. وبيقول بطلنا ان حتى لو في كاميرات مش هيخلي حد يشوفها، وده طبعا عشان عدد الساعات الطويلة في تدريبه على السحر. فبيرد عليه لانغلي وشكله حزين جدا ان حصل جريمة قتل في الشارع وان القاتل اقتحم منزل العجوز هاردي. فبيأكد بطلنا انه ما شافش حاجة، بس وقتها بيفتكر الصوت اللي سمعه بالليل، وانه وقتها كان مركز على المنظمه والمتحولين وما جاش في تفكيره انه ممكن يكون في مجرم حقيقي. وبيلاحظ الشرطي ان تعابير وش بطلنا اتغيرت، فبيساله لو كان افتكر حاجه. فبطلنا بيعرفه ان في حاجه صحته من النوم الليله الماضيه، هو افتكره حيوان كبير. فبيشكره الشرطي على تعاونه وان ده هيفيده في التحقيق ويسيبه يتحرك. وبيسال مساعد الشرطي لو كان صدقه، فبيرد عليه لانغلي انه كان واضح جدا انه مخبي حاجه، بس الاكيد انه مش قاتل. وبصراحه احنا عارفين مين اللي عمل كده، بس كان عندي امل ان ده يطلع غلط. وبنشوف الرئيس الشرطه لانغلي وهو داخل على حد وعمال بيزعق جامد، وبيقول له انه مش هيقتل حد في البلده وان دي ارض قطيع وينوت مش ارضه. وبنكتشف ان اللي كان بيكلمه الشرطي بيكون رئيس مصاصي الدماء، وبيعرفه انه ما عندوش فكره هو بيتكلم عن ايه، ولو كان حد من حيواناته اتعرض لحادث مأساوي فدي مشكلته. فبيأكد له لانغلي انه مات على ايد مصاصي الدماء، بس حاولوا يخلوها على لو انها طبيعيه. فبيرد عليه مصاصي الدماء انه مش شايف ان هي مشكلته، لانه مش مسؤول عن اي مشردين سمح لهم بالعيش في البلده، الا لو قصدك ان القتله هم احد تابعيني من مصاصين الدماء. في الوقت ده دي هتبقى تهمه خطيره. فبيتعصب عليه الرئيس لادز وبيعرفه ان ما كانش موجود اي مصاص دماء قبل قدومه للقريه، ومتاكد ان اللي عمل كده هو واحد من جماعته وانه مش هيوقف غير لما يحاسبه. فبيرد عليه رئيس مصاصي الدماء بكل برود انه مستني يشوف هيعمل ده ازاي، ولو قطيع وينوت عايز يتحدانا فانا موافق بكل سرور، وشكلنا كده داخلين على حرب عالميه ثالثه يا صديقي. والكلام ده بينزل على لانغلي زي الصاعقه وبيخليه في قمه غضبه، ومن شده غضبه بيفقد اعصابه وبيرمي الترابيزه اللي قدامهم لبعيد، وبيبص في عين مصاص الدماء بنظرات كلها كره وشر. بس نظرات مصاص الدماء بتكون هاديه جدا ومليانه بالخبث، وبيحذر لانغلي وبيقول له خد بالك من تصرفاتك. فبيتعصب لانغلي وبيسيبه يمشي. وبنروح لجيسيكا وهي قاعده مع رئيس الشرطه لانغلي، وهي بتقول له انهم هيستمروا في قتل سكان العاديين طالما ما عندهمش الاعداد الكافيه لايقافهم. فبيرد عليه لانغلي انه حتى ما قدرش انه يوصل لقائدهم، كل اللي وصل ليه هو احد مصاصين دماء الاقل شأنا. وبيتعصب لانغلي جدا وبيكون نفسه انه يطرد عش مصاصين الدماء من قرية وينوت ويرجعهم من حيث جاءوا. وبيتمنى وقتها لو كان لسه صغير في السن. وبنعرف وقتها ان كان في حد معاهم على التليفون، وبنعرف انه الزعيم تشستر. وبيسأله لو كان انتهى من غضبه ولا لسه، وبيعرفوا انه بدون دليل ستقف المنظمة غار بجانب مصاصين الدماء. وبيعرفوا ان هو هيبعت له 2 من قطيع الذئاب، بس هما مش هيقدروا يساعدوه رسميا، وشايف ان اللي حصل اكبر من مجرد عش طائش. فبيستغرب لانغلي وبيتساءل اشمعنى بلدة وينوت؟ فبيرد عليه الزعيم تشستر ان مش البلدة بس هي اللي حصل فيها كده، على الاقل في 5 بلدان بتواجه نفس المشكلة. فبيتساءل لانغلي ايه فايدة قوانين غار لو كانوا هيجوا يعملوا اللي هم عايزينه. فبيرد تشستر انه متفاهم احباطه، لو قدر انه يقبض عليهم اثناء فعلهم هيقدروا وقتها يدمروهم. وبيقفل الخط. فبيتكلم لانغلي مع جيسيكا وبيقول لها السؤال دلوقتي مش مصاصين الدماء هتقتل تاني ولا لا، الاهم هو مين اللي هيكون الضحيه الجايه. وبنروح لبطلنا وهو في المتجر وبيقول لنفسه ان لازم اكون حذر، انا معايا فلوس كافيه بس لازم احتفظ ببعضها كحاله طوارئ، ومع كل القتل وحالات التحول حاسس ببعض التوتر وممكن اضطر اغادر القريه تماما لان الفلوس اللي دفعتها في البيت مش قليله، فانا هسيب الفكره دي كاسوأ سيناريو. وبنعرف ان بطلنا كان عايز يجمع فلوس من القاء التعويذ على العناصر وبيعها، بس طبعا في قيود صعبه للاشخاص اللي بتستخدم منتديات السحر، وده مش خيار سهل بما انه مقرر الاختباء. وبنشوف بطلنا هو بيحاول يدعم البيت بدروع مضاده عن طريق طاقته السحريه، وكانت الفكره جات له انه يصنع جدار جاذبيه يقدر يصد الرصاص، وبينجح في صنعه بس مش بيقدر يستمر اكتر من دقيقه. وبيكون بطلنا متاكد ان لو حصل على موارد افضل يقدر يحقق ده، بس المشكله ان كل الكتب اللي بتتكلم عن السحر المكاني المتقدم
بيكون تحت حماية الساحرة دوفال، وبنشوف بطلنا وهو عند قسم الأسلحة وبيحاول يشتري سلاح لأن عنده شعور بأن المنظمة يمكن أن تكون في أي زاوية، وبيقول إنه مش عارف مدى فعالية الرصاص ضد الكائنات الخارقة، بس بما إن ممكن يتعرض لإطلاق نار فهم كذلك. وبيبص بطلنا حواليه وبيشوف فتاتين من عائلة لانغلي، وبيجي بطلنا من وراهم فجأة وبيتكلم، فبتتخض البنتين وبتقوله بلاش تخضنا بالشكل ده يا سيد هول. فبيعتذر بطلنا وبيسألها لو كانت قلقانة من حالات القتل بره، فبترد فتاة الصيانة وبتقول إن المسكينة جوان كانت ذاهبة إلى الكنيسة. فبيتصدم بطلنا علشان هو كان بيتكلم عن جيمس هاردي، فبتعرفوا البنتين إن حصل جريمة قتل تانية الليلة الماضية وكانت جوان غربر. فبيعرفها بطلنا إنه كان مشغول طول النهار علشان كده ما سمعش عن حاجة حصلت، وبتساءل لو كان قاتل متسلسل. وبتعرفوا البنتين إن هما بيفكروا يقفلوا المقهى لبعض الوقت لحد ما الأمور تهدى. فبيعبر بطلنا عن أسفه ليهم وبيقول لهم لو احتاجوا أي مساعدة يعرفوه، وبتشكروا البنتين وبيمشوا. وبيرجع بطلنا البيت وبيكون متضايق لأن هروب قاتل متسلسل من إيد الشرطة ده أمر سيء، وكمان عائلات لانغلي بيحبوا بلدتهم الصغيرة جدا وأكيد هما مش عايزين المنظمة يتجولوا هنا، بس مع كل حالات القتل دي ما عندهمش خيار، علشان كده لازم استعد. وبنشوف بطلنا واقف قدام لوحة وبيكون مجمع عليها كل حاجة عن القرية، وبيقول إن جرائم القتل حصلت على مسافة قريبة من منزلي، وبمعدلهم الحالي هتحصل جريمة كمان النهاردة، وده معناه تهديدين كبيرين. الأول هو أي قاتل خارق، والثاني عملاء المنظمة اللي هيتم إرسالهم للتحقيق، وممكن أي حد فيهم يظهر على باب البيت في أي لحظة. وبنشوف بطلنا دفع بحواسه المكانية لأقصى حد ممكن وأطلق موجة من سحره حوالين البيت، وبيقول إنه مش هيسمح لحد إنه يتسلل عليه، وبيبدأ إنه يحزم أغراضه ويلبس تعويذة كرات المعدنية وبيزخر سلاح وبيكون مستعد، وبيقول إنه لو حس بوجود المنظمة لازم يختفي. وبيطمن شوية لأن مدى حواسه المكانية ازداد، ومع التركيز يقدر يشوف أجزاء من المدينة. وبيشوف وقتها جيسيكا وهي بتراقب المقهى، وكلارا تتجه للمتجر، والمأمور في مكتبه. وبيرتاح بطلنا على الكرسي وبيقول إن هي هتكون ليلة طويلة. وبيطلع النهار وبنشوف بطلنا وهو صاحي ومخضوض لأن غلبه النوم، وبيحس بعربية قدام البيت وبنت بتجري على البيت وبتنادي عليه، وبتطلع جيسيكا وبيكون شكلها بتعيط ومخضوضة، وبيقول ان اكيد حصل حاجة وان دي غلطته لانه كان لازم يكون اكتر حذر. واول ما بيفتح الباب بتقوله جيسيكا وهي منهارة ومحتاجة مساعدتك، فبيسألها بطلنا ايه اللي حصل، فبتقوله كلارا القتلة اخذوا كلارا. فبيتصدم بطلنا وبيقول لها مين اللي اخذها، فبتقوله مصاصين الدماء. وبنرجع فلاش باك وبنشوف كلارا وهي ماشية في الشارع ومجموعة من مصاصين الدماء بيراقبوها، وبيقولوا هي دي، وبيطلعوا عليها وبتكون محوطاهم هالة شريرة وبيحوطوها وبيقولوا لها عايزينك معانا. واحد مصاصين الدماء بيفعل طاقته وبينومها. وبنرجع تاني لجيسيكا وهي بتقول لبطلنا ان هم خلوها تدخل معاهم لوكرهم، انت قلت انك هتساعد، ارجوك ساعدني. فبيتوتر بطلنا جدا وبيكون مش عارف ايه اللي المفروض يتعمل، فبيطلب منها ان هي تدخل الاول. فبتوافق وبيكون بطلنا حاسس باحباط لان ما عندوش خيار، ما يقدرش انه يسيب القرية وكلارا بين ايدين مصاصين الدماء. وبعد ما بتقعد بيسألها بطلنا انت قلتي ان هي عندهم مش ان هم قتلوها، فبتقول له اه. فبيقول بطلنا ان ما عندوش القدرة انه يتغلب على مجموعة من الكائنات الخارقة في قتال عادل، وكمان مش في مستواه دلوقتي. وبنلاقي جيسيكا قامت ومسكت ايد بطلنا وطلبت منه تاني انه يساعدها، فبيبص لها بطلنا وبيبتسم لها وبيقول لها انه هيعمل كل اللي هيقدر عليه. وبيجهز بطلنا نفسه وبيقول انه محتاج يجمع معلومات، وبياخد سلاحه وبيركب العربية وبيتحرك. وهو بيلف بالعربية حوالين القرية بيجي عند نزل على الطريق السريع وبيحس بشعور غريب كان حاسه قبل كده، وبيعرف ان في اشخاص خارقين في المكان. ولما بيقرب بيشوف بنت واقفة بره الباب وبتشرب سيجارة. وبيرجع تاني لجيسيكا وبتقول له ان عائلتها تقدر تساعده. واول ما بيدخلوا من الباب بيتصدم بطلنا من كمية المستذئبين الموجودين، وبيعرف انهم كلهم متحولين. فبيمسك المأمور جيسيكا وبيقول لها انت بتعملي ايه، احنا مش عايزين نشرك غار. وبيفهم بطلنا انه بيعتقدوا مع غار، فبيقول بطلنا للمأمور انت ما تعرفنيش ولا انا كنت هنا. فبيستغرب المأمور ولكنه بيصيح جامد وبيوجه كلامه لباقي المجموعة وبيقول لهم في حد ما سمعش اللي اتقال. فبياخدوا المأمور وبيدخلوا المكتب وبيسألوا انت هتساعدنا ازاي. فبيرد بطلنا انه مش هيجيب على اي اسئله، بس هو هيكون ممتن لو شارك في الامر. فبيقول المأمور ان مصاصين الدماء استولوا على النزل في نهايه الشارع وبيحاولوا يسيطروا على اراضينا. فبيقول له بطلنا وكمان عندهم ساحر لانه كان بيحس بيه طول الاسبوع، بس بما انك عارف انهم دول ليه ما عملتش حاجه معاهم. فبيرد عليه ان مجموعه وينوت ليست قويه بما يكفي لمواجهتهم، وبموجب الاتفاقات لا يسمح لاي كائنات خارقه اخرى بالتدخل الا لو عندنا دليل قاطع
علشان كده مجموعات المتحولين عاجزة، لو اتدخلوا هتتهمنا منظمة غار بان احنا المعتدين، مع انها المفترض ان هي بتحافظ على النظام. فبيقول بطلنا لو هي في النزل فعلا يبقى هقدر اوصل لها بحاسة المانا. وفعلا لما بيفعل المانا بتاعته بيشوف بطلنا كلارا مع مجموعة من مصاصين الدماء وبيلاقيهم رابطين ايديها ورجليها بالحديد. فبيسأل بطلنا المأمور ايه اللي هيحصل بعد ما تستعيدها، فبتشع طاقة من عيون المستذئبين. وبيرد المأمور ان بمجرد ما هتكون حرة هنتصل بقائد تشستر عشان يبعت باقي مجموعة الذئاب مع التعزيزات، وهنكون اقوياء بما يكفي لمواجهة مصاصين الدماء وطردهم من وينوث. فبيسأل بطلنا ان ازاي بتتقتل مصاصين الدماء، فبيرد عليه المأمور ان اسلحة المردي بتوقف تجديدهم بس ما عندناش منها هنا، بس لو ضربة قوية في الدماغ او القلب هيحصل نفس الحاجة. فبيسألوا بطلنا وبالنسبة للأسلحة النارية، فبيرد المأمور ان مصاصين الدماء سريعين جدا وان من الصعب توجيه ضربة قاضية. فبتسأله جيسيكا هتقدر تعمل حاجة، فبيرد بطلنا بكل ثقة ان هيعيد كلارا بس هيحتاج بعض الاشياء. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، بس حكاية ويلز لسه ما انتهتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.